لما نذكر تجارة المخدرات والكيف بتيجي في دماغك اسماء عتاولة في تجارة الحشيش والمخدرات، زي مثلا المعلمة نجاح اللي رفعت شعار لو عايز ترتاح روح عند نجاح، او عزت حفني اكبر تاجر مخدرات في تاريخ الصعيد. ويا سلام بقى لو رحنا للسينما، البعض في فيلم الكيف، وابو كمال في العار، وعبد الملك زرزور، وافندينا في مزاج الخير. كل اللي احنا ذكرنا اساميهم دول ما يجوش حاجة جنب الشخصية اللي هنتكلم عنها في فيديو النهارده. لما يجتمع الذكاء والاجرام في شخص واحد بتكون النتيجة كارثية، لان الشرطة لما بتتعامل مع المجرمين من النوع ده بتكون مهمتهم صعبة جدا، وده بسبب الحرص والذكاء الشديد وعدم قدرة الشرطة على مسك اي ادلة على المجرمين دول. فيديو النهارده عن المعلمة مناعة، امبراطورة الحشيش والمخدرات في منطقة مصر القديمة في الثمانينات. فضلت مدوخة الشرطة على اماكن مخازنها وتجارتها، لكنهم ما عرفوش يمسكوا عليها اي حاجة. لكن في الاخير وعلى غير المتوقع نهايتها كانت مفاجأة لمصر كلها. طب يا ترى بقى مين المعلمة مناعة؟ وليه كانت من اهم واصعب تجار المخدرات اللي جم في تاريخ مصر، لدرجة ان صيتها كان واصل من لبنان للمغرب؟ ده بقى اللي هحكي لك عليه في فيديو النهارده. فجهز نفسك لرحلة في عالم التاريخ الاجرامي والجنائي واهم قضية مخدرات في تاريخ مصر. قبل ما نبدا بفكرك تعمل لايك وتشترك على الصفحه عشان تقدر تشوف الفيديوهات اللي هتنزل بعد كده. ولو اول مره تشوفني، انا يوسف جابر وبنقدم هنا محتوى تاريخي، فتحيه ليك لو انت بتتابعني من مصر او من خارج مصر. ويا ريت لو في موضوع حابب ان نتكلم عنه اكتب لي في الكومنتات وباذن الله هعمله. بتبدأ حكايتنا في القاهرة القديمة، تحديدا في منطقة الدرب الأحمر، في حي هناك معروف بأنه أخطر أحياء القاهرة القديمة ومصر تما، وهو حي البطنية. كلمة البطنية نفسها هي عبارة عن مصطلح معناه الجزء المخفي من أي شيء ظاهر، ومنطقة البطنية على مر الزمن كانت أكبر وكر المخدرات في القاهرة، وده بسبب حاجتين. الحاجة الأولى وهي العدد الكبير لتجار المخدرات هناك، والحاجة الثانية هي صعوبة القبض على تجار المخدرات في منطقة البطنية، لأن البطنية منطقة معقدة جدا من حيث طريقة بنائها وشوارعها، اللي بسببها كانت بتصعب دخول الشرطة لقلب منطقة البطنية. ولما كان بيحصل حملات للقبض على تجار المخدرات هناك، كانت الشرطة بتقدر تقبض بس على التجار الصغيرين وبكميات قليلة جدا من المخدرات، لأنهم عقبال ما كانوا بيخشوا البطنية من الشوارع الرئيسية كانوا بياخدوا وقت طويل بسبب ضيق الشوارع هناك، وده اللي كان بيدي وقت كافي لكبار تجار المخدرات هناك انهم يهربوا. تبدأ حكايتنا في فترة الثمانينات. كان في تاجر مخدرات صغير كده اسمه عبد التواب. عبد التواب كان حجم تجارته قليل جدا، لكنه كان بيكسب بشكل كويس، وكان عنده شعبيه كبيره جدا في منطقه البطنيه، وكان محبوب جدا من اهل منطقته وتجار المخدرات هناك. كان عند عبد التواب بنت جميله وذكيه جدا، وكان اسمها نبويه. نبويه كانت متجوزه من صاحب مطبعه، كانت الحياه ماشيه معاها بصوره عاديه. اي نعم هو تاجر مخدرات، بس الموضوع ده عادي يعني في منطقه البطنيه. بعد فتره من جوازها خلفت 4 اطفال، وجوزها جاله مرض صعب شويه وتوفاه الله. وبعد فتره قليله عبد التواب ابو نبويه هو كمان اتوفى. فهنا ضاق الحال على نبويه بعد موت ابوها وجوزها، فقررت ساعتها انها تتجه لتجاره الخضار والفاكهه، ودي كانت تجاره بسيطه تقدر توفر منها فلوس كفايه عشان تصرف على عيالها. في الفتره دي كان في حاله قلق في منطقه البطنيه، لان الشرطه كانت بتعمل حملات مكثفه هناك للقضاء نهائيا على تجاره المخدرات. وفعلا بعد اكتر من حمله نجحت الشرطه في انها تقبض على اكبر تجار المخدرات هناك، وبدات ساعتها اسطوره تجاره المخدرات في منطقه البطنيه تنتهي، وتجار كبار فعلا اتقبض عليهم. ساعتها كان في تاجر مخدرات يعرف نبويه وعارف الحاله الصعبه اللي كانت بتمر بيها، ولانه كان صديق مقرب لابوها عبد التواب، فعرض عليها التاجر ده بانها تشتغل في تجاره المخدرات وتحديدا تجاره الحشيش، وانها تبدا تشتغل كتاجره تجزئه، وده بجانب شغلها في تجاره الخضار والفاكهه. وبسبب الظروف الصعبه اللي كانت بتمر بيها نبويه وافقت فعلا على انها تشتغل في الحشيش. وبسبب ذكائها قدرت نبويه في انها تغير في قواعد بيع المخدرات في منطقه البطنيه، بسبب ان نبويه ابوها كان تاجر مخدرات، كانت فاهمه دماغ المدمنين كويس. اللي بيشرب عايز الكيف رخيص وكويس وابن ناس. هتقول لي يعني ايه؟ يعني عايز حته حشيشه نضيفه تعمل له دماغ وتكون رخيصه. وفعلا نبويه قدرت انها توفر لهم ده، وكانت بتبيع اجود الانواع باقل الاسعار، 3 تلاقي 7 تلاقي، بس مش شغاله كتامين. وبعد فتره كبيره قدرت تتحول نبويه من تاجر التجزئه لتاجر الجمله، وقدرت تعمل بطنيه جديده بس في منطقه ثانيه اسمها باب الفتوح اللي هي في شارع المعز في القاهره. وبدات نبويه مع مرور الوقت تغير في قواعد بيع المخدرات في القاهره تما، وهنا تحول اسمها من نبويه للمعلمه مناعه. وقدرت مناعه في وقت قليل جدا تحقق شهره كبيره جدا، وبسبب الذكاء الشديد للمعلمه مناعه قدرت انها تبتكر طرق جديده في اخفاء المخدرات والتامين الكامل على البضاعه، لانها قدرت انها تعمل منظومه تامين كامله في المنطقه بتاعتها عن طريق مجموعه من الافراد اسمهم النادرجيه، واللي بيراقبوا المنطقه كويس جدا، وعشان يقدروا يبلغوا تجار المخدرات اللي شغالين تحت ايد المعلمه مناعه في حاله هجوم الشرطه على المنطقه انهم يهربوا ويخبوا البضاعه بتاعتها. ده غير صعوبه الوصول لمخازن المخدرات بتاعت المعلمه مناعه بسبب السريه والتامين الكبير عليها. ومع مرور الوقت فضلت مناعه على مبداها في تجاره الحشيش، وهو الاقل سعر باعلى جوده، وقدرت توصل لمرحله انها تحدد نوع وكميه وسعر الحشيش اللي هينزل مصر، واطلق عليها تجار المخدرات وقتها لقب الامبراطور. ولما كبر اسم مناعه واتشهر جدا عملت الشرطه اكتر من حمله للقبض عليها، لكن من
كتر ذكائها كان صعب تمسك معاها او عليها اي حاجه، فبالتالي كان كل الحملات دي بتفشل. كانت المخازن بتاعه المخدرات في اماكن متفرقه جدا في مصر القديمه، وما كانش حد يعرف مكانها الا القريبين جدا منها. اسم مناعه او الامبراطوره كبر اكتر واكتر، ووصل لاكبر تجار المخدرات والحشيش في لبنان والمغرب، واللي كانوا عارفينها كويس جدا، لدرجه ان ما كانش حد يقدر يدخل اي نوع من انواع الحشيش الا بموافقه الامبراطور، وده عن طريق ان هم يبعتوا لها عينه الاول عشان هي تحدد السعر والكميه اللي هيخشوا مصر. مفيش اي مانع ان هي تمنع دخول البضاعه اصلا، سواء بقى عشان مش نظيفه او مخلوط عليها مواد تانية، لكن بسبب حرص وذكاء مناعه ما قدروش يمسكوا عليها اي حاجه. ده غير ان بيع المخدرات عندها ما كانش عشوائي، لا ده كان بيتم في طوابير واماكن معينه عشان تقدر من خلال النظام ده انها تحافظ على نفسها وعلى تجارتها. الله يمسيها بالخير، عامله نظام ولا كانها في تذكرتي. المشكله كمان ما كانتش في مناعه ذات نفسها، لا دي كانت كمان في اهالي المنطقه اللي صعب حد منهم يبلغ او يعترف عنها او عن اماكن المخازن بتاعتها، وده بسبب ولائهم الكبير للمعلمه مناعه، لانها كانت ست جدعه جدا وبتقف معاهم وبتحل لهم كل مشاكلهم. فكان كل ده حاجات بتصعب جدا من عمليه القبض على مناعه، اللي من جبروتها اتحدد واحد من ضباط الشرطه ان لو قدر يمسك عليها اي حاجه او يكشف اماكن المخازن بتاعتها هتعمل له تمثال من ده، لحد ما وصل رجال الشرطه لافضل خطه يقدروا من خلالها يقبضوا على المعلمه مناعه، وهي ان حد من رجال الشرطه اتنكر في هيئه تاجر مخدرات من لبنان، وقال لمناعه انه عايز يدخل بضاعه لمصر، وان سمع ان هي الوحيده اللي تقدر تساعده، ولان الذكاء الكتير ساعات بيخون الانسان، وافقت المعلمه مناعه وطلبت عينه من الحشيش عشان تكشف عليه وتحدد نوعه وسعره زي كل مره. وفعلا اتفق معاها الضابط على المكان والزمان اللي هتقابلوا فيه، ولما اتقابلوا فعلا عشان تعين البضاعه قدرت الشرطه ان هي تقبض عليها متلبسه، وحاولت الشرطه ان هم يعرفوا اماكن المخازن بتاعتها لكنهم فشلوا. فبالتالي بسبب الكميات الصغيره اللي كانت معاها لما اتقبض عليها وعدم كفايه الادله اتحكم عليها ب10 سنين بس. خبر القبض على المعلمه مناعه سمع في مصر كلها، وده لانها كانت اكبر تاجره مخدرات في مصر وقتها، فاستغرب تجار المخدرات من الطريقه الساذجه جدا اللي وعد بيها المعلمه مناعه. ولما دخلت المعلمه مناعه السجن قدرت تسيطر على كل السجينات اللي معاها. كان في الوقت ده مسجون معاها الفنانه ماجده الخطيب اللي كان محكوم عليها ب5 سنين سجن بتهمه تعاطي مخدرات. ساعتها كانت ماجده الخطيب بتتعامل بطريقه وحشه من باقي السجينات اللي معاها، فلما سمعت عن المعلمه مناعه قررت انها تروح لها وتطلب الحمايه منها، وفعلا بلغت مناعه كل السجينات ان الفنانه ماجده الخطيب تحت حمايتها. في فتره سجن مناعه كانت بتصور فيفا عبده فيلم اسمه القاتله، وكان في مشاهد من الفيلم ده بتتصور جوه السجن اللي موجود فيه مناعه. فلما سمعت فيفا عبده ان مناعه موجوده في السجن طلبت انها تقابلها، وفعلا قابلتها وتعرفت عليها. بمجرد ما فيفا عبده اتكلمت معاها شويه حبتها جدا واصبحوا اصدقاء. وفي خلال سنوات السجن اتغيرت مناعه جدا وقررت التوبه والبعد عن تجاره المخدرات. ولما خرجت من السجن بعد ما قضت فتره العقوبه اهالي المنطقه عملوا لها احتفالات كبيره. من ذكاء المعلمه مناعه ان هي عرفت ان تجاره المخدرات او اي شيء اجرامي مهما كان في حرص او ذكاء اخرته هيكون في السجن، فما كانش قرار التوبه عندها عشوائي زي ما كان قرارها انها تبقى امبراطوره مش عشوائي. ومن ساعتها اختفت المعلمه مناعه ومحدش سمع عنها اي حاجه لحد وقتنا الحالي، وانتهت وقتها اسطوره الامبراطوره في مصر القديمه. وبس دي كان حكايه فيديو النهارده عن المعلمه مناعه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك بقى واشترك على الصفحه، وما تنساش ان اللايك والكومنت بتاعك بيساعدنا ان احنا نكمل وبيساعد الصفحه في انها تكبر اكتر واكتر. واكتب لي في الكومنتات لو في مواضيع تانية عايز نعمل عليها فيديوهات، او حتى في حاجه في الفيديو ده ما عجبتكش ممكن اعدلها. بس كده، وكان معاكم يوسف جابر.